مساء الخير فاطمة الزهراء، مرحبا بك معنا. مساء النور. غيبتي وطولتي الغيبة بزاف. ورجعنا بأغاني مختلفة بنفس جديد. شنو اللي خلى فاطمة الزهراء الحلو تتجه هذا الاتجاه وتغني هذا التراث المغاربي بطريقة جديدة؟ أول مساء الخير الجمهور الكريم الحاضر معنا في هذه الأمسية. مساء الخير لكل المغاربة سواء داخل المغرب أو خارج المغرب اللي تشاهدون على القناة الأولى، وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك. الله يبارك فيك. بالنسبة لهذه الأغاني، بالنسبة لإعادة الأغاني المغاربية، هي في الحقيقة هذه أمنية كانت عندي ماشي جديدة. هذه تقريبا يعني واحد 10 سنوات وانا تتمنى ندير الاعاده لهذه الاغاني لعده اسباب. اولا اغاني جميله جدا، اللون الغنائي انا عاشقه لهذا اللون الغنائي، فيه طرب، فيه اصاله، يعني واحد النمط غنائي جميل جدا. فحرام ان هذا النمط الغنائي ما يتعادش الغناء ديالو. ثانيا هناك سبب اخر، ان فاطمه الزهراء الحلو بحال اللي طبعت واحد الطابع. انا فاطمه الزهراء تتغني غير الاغاني القوميه، الاغاني ذات الطابع الملتزم. صحيح ان كنا عندنا التزام نحو اغنيه جيده في مستوى جيد، لكن هذاك الطابع اللي كان يمكن بعض الناس بغاو يوضعوني في واحد الاطار او غنتسجن في واحد الاطار، فما يمكنليش نقبلو. فانا بغيت انني نقول لهاد الناس او الجمهور ان فاطمه الزهراء قادره على غناء جميع الانماط وجميع الالوان الغنائيه. شنو اللي حفزك؟ واش هاد الشباب اليوم اللي كيطرقوا الابواب وتيحاولوا ينقبوا على بزاف ديال الانغام الموسيقيه، وهل هو شيء محفز ام ماذا؟ لان كنشوف انا خلال دابا لقاءاتي مع الشباب ومن خلال لقاءاتي ايضا مع المغنيين والمغنيات القدام شي شويه، ما نقولش بزاف غير شي شويه ماشي بزاف، ان هناك احساس ربما بان الشباب اليوم مضروب وشباب اليوم باغي يوصل وشباب اليوم متحمس، بينما ظروفكم انتم كانت مختلفه. كتنتظروا ان الاعلام يجي عندكم، كتنتظروا بانه الاعتراف يجي من الجمهور، بينما الشباب هو اللي تيسعى تيفرض وجوده تيحاول ينتزع هذا الاعتراف. لا، شو هي الظروف؟ طبعا الظروف غير الظروف، مثلا ماشي نفس الظروف اللي كانت في الثمانينات او في التسعينات. الظروف تغيرت.